السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة وصفات رشيدة الجيو. نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وصحة جيدة وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضر معكم واحد جوج اقتراحات ساهلين في التحضير وكيجيو رائعين. غادي نحضروا فطائر في المقلاة وغادي نحضروا واحد الكيكة باردة بطبقتين كتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. لأول مرة كتشوف القناة ديالي نتمنى تابونا وتفعل الجرس باش يوصلها دائما الجديد. بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو. غادي نبداو بالتحضير ديال الكيكه. خديت هنايا واحد الاناء، ضفت عليهم بيضه واحده، وغادي نضيف عليها قبصه ديال الملح وساشي ديال السكر منكه بالفاني من وزن 7 غرام، وضفت عليهم هنايا نص كاس ديال السكر حبيبات، كاس ديال العنبه، كاس اللي غادي عبروا به جميع المقادير. غادي نخلطهم مزيان، غادي نخلط غير بالخلاط اليدوي، نخلطهم هكا مزيان حتى تجانس البيض مع السكر وكنحسب داك السكر داب. غادي نضيف عليهم هنايا نص كاس ديال الزيت، حتى هي نفس الطريقه غادي نخلط باش ندمجوا كاع المكونات. وغادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب يكون بحراره المطبخ، كاس عامر ديال الحليب، كاس نعبر بكاس ديال العنبه. صافي غادي نضيفو حتى هو وغادي نخلط مزيان. بعد ما خلطت هذوك المكونات دابا غادي نضيف هنايا الدقيق تدريجيا. غادي نضيف الكاس الاول كما شفتوا درت كاس كامل عامر، غادي نغربلو من احسن غربلو الطحين ديالنا باش تجي الكيكه مهويه من الداخل وهشيشه. غادي نضيف عليهم هنا كيس واحد ديال خميره الحلوى من وزن 8 غرام او 7 غرام. غادي نضيفو حتى هو وحتى هي غادي نغربلها كما كتشوفوا كتكون بحال اللي باقي فيها دوك الحبيبات هكا، من احسن غربلوها. صافي وغادي نضيف هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو، كاكاو المر. غادي يكون من احسن يكون نوعيه جيده او ساشيه، هذوك الساشيات اللي كيتباعوا، والا ما كانش عندكم ديال العبار ديروا ساشيه وحده. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. بعد ما خلط غادي خديت هنايا المول اللي غادي ندير فيه الكيكه، تنتو مزيان بالزبده ورشيتو بالطحين. المول فيه 24 سنتيمتر. صافي غادي ندخل الكيكه ديالي في الفران كيكون بارد. انا استعملت الفران بارد، دائما الكيكات ديالي كنديرهم في الفران بارد، انا عندي الفران ديال الغاز. صافي حتى طبت لي الكيكه وخرجتها كما كتشوفوا، قلبتها هكا على هذا الشكل باش ملي نسقيها تشرب لي مزيان. ودرتها هنايا في هذا الاطار باش تسهل عليا ملي ندير الطبقه الثانيه. غادي ندهنها هكا بالحليب، رشها بالحليب. اللي ما بغاتش الحليب تقدر دير السيرو ديال السكر والماء. صافي غادي ندهنها وغادي نخليها على جانب. غادي ناخذ هنايا واحد كاسرونه، درت فيه نص يطرو ديال الحليب، وغادي نضيف عليهم 3 المعالق ديال السكر حبيبات حسب الحلاوه. تقدروا تستعملوا بغيتو تنقصوا بغيتو تزيدوا. خديت هنايا 2 ساشيات ديال الفلوم كراميل ديال درهم ونص، غادي نضيفهم ديال الكراميل. اللي عندها الساشيه الكبيره اللي فيها السكر تقدر تضيفها وتستغنى على السكر. غادي نضيفهم بجوج وغادي نخلط هكا بالفوي مزيان يذوب لي داك السكر ويذوب لي داك الفلو. وغادي نديرهم على النار مهيله مع التحريك حتى يفيض لنا الحليب عادي كما فلو، كما كنديروا فلو عادي. صافي نخليوه حتى يفيض ونحيدوه من فوق النار. خديت هنايا الخلاط الكهربائي، غادي نضيف عليهم هذا البسكوي المعروف ديال الدرهم. غادي نضيف 2 باكيات، عندي هنا 2 باكيات. تقدروا تستعملوا اي بسكوي عندكم ولا اي بسكوي كتبغيوه نتوما. انا استعملت هنايا 2 باكيات ديال الدرهم.
غادي نضيف عليهم ياغورت طبيعي، غادي نضيف ياغورت طبيعي من وزن 110 غرام. وغادي نضيف عليهم هذاك فلو اللي كنا حضرنا من قبل. الا كانت عندكم الخلاط ديال الزاج خليوه يدفى واحد شويه، غير واحد شويه باش ما يتهرس لكمش الكاس. صافي انا صبيته هنايا. غادي نديرو غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تجانس مع بعضياتها. صافي وغادي نديرو فوق الكيكه. غادي ندير هاد الخليط من فوق الكيكه على هاد الشكل كما كتشوفوا، كيجي هكا خاتر. كتجي هاد الكيكه رائعه، نتمنى تجربوها. صافي غادي نخليها تدفى واحد شويه على سطح العمل، عاد ندخلها للثلاجه. ما تدخلوهاش للثلاجه وهي سخونه. صافي غادي نخليها تدفى، تدفى عاد ندخلها للثلاجه تبرد. بالنسبه للفطائر اللي غادي نحضر معكم، غادي نحضروها بيضه واحده. خديت هنايا زلافه عامره ديال الفورص دقيق الابيض كما كتشوفوا، وخديت بنفس العبار بنفس الزلافه زلافه عامره ديال الفينو، ماشي سميده، ديال الفينو كما كتشوفوا. خديت زلافه ديال الفرش وزلافه ديال الفينو. غادي نضيف عليهم هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره العجين. غادي نديرو معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال سكر حبيبات، واحد شويه ديال الملح على حسب الذوق، تقريبا واحد معلقه صغيره ولا ما عامراش، وصاشيه ديال الخميره الحلوه من وزن 8 غرام. غادي نخلط هكا هاد المكونات مزيان. وغادي نضيف عليهم واحد البيضه، بيضه كامله. وبنصف الزلافه اللي عبرت بها الدقيق غادي نعبر بها 2 سلايف ديال الماء كيكون دافي، ماشي سخون بزاف، غير دافي. الا كان سخون بزاف غادي يتقطعنا داك الفينو، غادي يولي فيه بحال الخيوط. من نديروه غير دافي كما كتشوفوا. انا غادي نخلط هكا الاول بالمعلقه حتى يتجانس هذوك حتى يتجانس هذاك الخليط مزيان. عاد غادي ناخذ هنايا الخلاط ونخلطو مزيان حتى يتخلط مزيان هذيك السميده والذوب. صافي ونحبس. الا ما كانش عندكم الخلاط بحال هذا تقدروا ديروا في الخلاط ديال الكهرباء ديال العصير. صافي غادي نخلط هكا مزيان حتى نحس بان الخليط تخلط مزيان وداب لي داك الدقيق كامل. صافي غادي نغطيه هكا بالسلوفان وغادي نخليه يضاعف الحجم ديالو، يخمر ويضاعف الحجم ديالو. بعد ما الخليط خمر كما كتشوفوا كنحصلوا عليه بحال هكا، كيكون بحال شويه ثقيل. صافي خديت هنايا واحد المقله، انا استعملت هاد المقله صغيره، تقدروا تستعملوا مقله كبيره او صغيره اللي عندكم. كنديرها فوق النار كتكون مهيله كما كتشوفوا. كندهن المقله ديالي بواحد شويه ديال الزيت. صافي وكنخط نهز واحد شويه من الخليط بحال هكا وكنديرهم فوق النار كيطيب على نار مهيله. ديروا النار مهيله باش ما يتحرقوش معكم الفطائر او المخنفر. صافي كنخليوه هكا حتى كنحصلوا عليه بحال هكا كيتقب بحال هكا الشكل وكينشف مع الجناب. صافي كنرشوا عليه واحد شويه ديال الزيت وغادي نقلبوا باش يطيب من الجهه الاخرى على هذا الشكل كما كتشوفوا. طريقه سهله وكيجيو رائعين. صافي هي طابت من التحت كما كتشوفوا. غادي ندير نفس الطريقه، غادي ندهن واحد شويه المقله بالزيت وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال واحد الكميه ديال الخليط وغادي نخليه يطيب حتى كينشف لي الخليط من الجناب وكيبدا يثقب بحال هكاك. عاد نقلب الفطيره ديالي. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله.
الكيكه ديالي ها هي بعد ما خليتها بردت مزيان. بشحال ما خليتوها بردت كتجي احسن. صافي غادي نحيدها من هذا الاطار باش نكملوا لها التزيين ديالها. بالنسبه للتزيين اللي غادي نزين به غادي نزين به هاد الطورطه بارده، غادي ناخذ هنايا واحد شويه كاوكاو ايفيلي او اللوز ايفيلي اللي عندكم، حمرته واحد شويه هكا في المقله او في الفران، رشيته هكا من الفوق كما كتشوف على هذا الشكل، رشيته مزيان واحد الكميه معقوله شويه. تقدروا بالنسبه للتزيين تقدروا تزينوه باي حاجه عندكم ولا اي حاجه اللي متوفره عندكم في الدار. وخديت هنايا صوص كراميل وغادي ندير الخطوط من الفوق الكيكه على هذا الشكل كما كتشوفوا. تقدروا تستعملوا خطوط ديال الشوكولا في الكحله او كراميل اللي جاهز في الدار، تقدروا تستعملوا اي حاجه عندكم. انا كان عندي هنايا كراميل جاهز، هذاك هو اللي استعملت التزيين ديال الكيكه ديالي. هادو هما الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. فطائر المقلاة او المخنفر كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا، ناجحين وكيجيو رائعين بزاف. جربوهم غادي يعجبوكم وساهلين في التحضير هكا نحضرهم لوليداتنا. بالنسبه للكيكه او الطورطه البارده كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كتجي هكا طبقات باينين، طبقه ديال الكيكه وطبقه ديال الفلو. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كي كتجي. هادو هما الفطائر كيجيو رائعين وكيجيو مفشين من الداخل كما كتشوفوا، كيجيو لذاذ وناجحين. نتمنى تجربوهم. بالنسبه للكيكه غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كي كتجي من الداخل، كيجيو هكا طبقات وكتجي لذيذه لذيذه لذيذه. غير جربوها البنات غادي تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. لأول مرة كتشوف القناة ديالي نتمنى تابونا وتفعل الجرس باش يوصلها جديد ديالي. خليتكم في امان الله، الى وصفات قادمة ان شاء الله.